السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال. قلنا الفيديو اللي فات ايه اسهل عباده بنتعبد بيها لربنا في رمضان وفي اي وقت. طيب ايه تاني بقى اسهل عباده؟ تاني اسهل عباده هي الدعاء. بعد ذكر ربنا الدعاء. هو احنا كده لما بندعي ربنا باللي نفسنا فيه احنا كده بنعبد ربنا؟ والله. مش ربنا في الايه بيقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي. ربنا قال عن عبادتي، ما قالش عن دعائي. يبقى هنا الدعاء عباده، وان احنا لما بنترك الدعاء احنا كده بنترك عباده بنتعبد بيها لربنا. يبقى احنا دلوقتي هندعي ربنا باللي نفسنا فيه، ويبقى كده احنا بنتعبد لربنا. نقدر ندعي ربنا بقى في اي وقت وفي كل مكان، ويبقى احنا كده بنعبد ربنا. ونسكت بعد ذكر ربنا نقعد ندعي له. تمام. طيب حاجه مثلا حاجه من اللي بتجمع الذكر بالدعاء هي ايه؟ ممكن نقول ايه؟ وده حديث برضو عن الرسول عليه الصلاه والسلام لما جاله حد، فهو الحديث طويل فانا هقول لكم. ممكن نقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. احنا كده بنذكر ربنا. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. كده احنا بنذكر ربنا، ولا حول ولا قوه الا بالله. ده كله ذكر اهو. وبعديها بنكمل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. كده يبقى احنا بندعي لنفسنا. يبقى احنا جمعنا بين حاجتين اهو في ذكر واحد سهل ممكن نقوله في اي وقت. تمام. في بقى اماكن لاجابه الدعاء، وفي يعني في مواضع لاجابه الدعاء واوقات لاجابه الدعاء. في طبعا عندنا مثلا بين الاذان والاقامه. في ايه تاني؟ في واحنا مثلا ساجدين في الصلاه، في بين السجدتين ده مكان لاجابه الدعاء. في قبل ما نسلم، يعني بعد ما نقول التشهد وقبل ما نسلم. تمام. طبعا احنا صايمين كمان في دعوه واحنا بنفطر ده عندنا دعوه ان شاء الله باذن الله مستجابه. لو بنقيم الليل الثلث الاخير من الليل ده برضو وقت لاجابه الدعاء كمان. فكل دي اوقات. لو الدنيا شتت بما اننا في فصل الشتاء ده برضو وقت لاجابه الدعاء. يبقى كل دي اوقات بيستجاب فيها ان شاء الله باذن الله الدعاء. وممكن ندعي بقى في اي وقت واحنا ماشيين في اي مكان، ندعي ويبقى احنا كده بنتعبد لربنا. شوفوا عباده سهله مفيش اجمل من كده، والحمد لله يا رب على نعمه الاسلام. طيب بما ان النهارده الجمعه هقول لكم تاني ان في يوم الجمعه بيجتمع موضوعين لاجابه الدعاء. طبعا عندنا احنا قلنا ان في يوم الجمعه ساعه ان شاء الله باذن الله ربنا بيستجيب فيها الدعاء، والعلماء رجحوا ان هي اخر ساعه بعد صلاه العصر. يبقى هي اخر ساعه قبل المغرب. يبقى هنا دلوقتي احنا صايمين، يبقى ان شاء الله باذن الله لنا دعوه عند الافطار بتاعنا، وكمان اخر ساعه من يوم الجمعه، فبيجتمعوا الاثنين مع بعض. فان شاء الله باذن الله نقدر ندعي ربنا بنفسنا فيه، وان شاء الله باذن الله ربنا هيستجيب. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، وربنا يتقبل مننا كل دعواتنا وكل اعمالنا، ويتقبل مننا يا رب، ويجازينا كل خير يا رب. يلا صلوا على النبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسونيش من دعواتكم. السلام عليكم.